بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. الحلقة رقم 12 ولا 11 من حلقات فيها حاجة حلوة. مصر فيها مليون حاجة حلوة زي ما بنقول، وهنفضل نقول وسنستمر نقول إنه مصر فيها حاجة حلوة. الحاجات الحلوة كثيرة، والله الحاجات الحلوة كثير. وزي ما قال ربنا في القرآن الكريم وذكر مصر في القرآن، فربنا مكرمها، يعني مش احنا اللي ناصحين ولا احنا اللي، كله هبة من الله، هبة من الله والحمد لله. فلازم نحافظ عليها، وعشان نحافظ عليها أنا في موضوعين عايز أتكلم فيهم وأقول وجهة نظري في الموضوع الأول، اللي هو موضوع الرجل المخرف اللي بيطلع كل يوم في التلفزيون ويهاجم كل البشر ويشتم بأفظع وأقذر الألفاظ اللي للأسف الشديد محدش قادر يلمه. زي ما طلع إبراهيم سعيد وقال، إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ونادي الزمالك سابقا ومنتخب مصر، راجل يعني في الكورة كويس، يعني بيقول رأيه حتى لو رأيه مش عاجبني، المهم انه بيقول رأيه، لكن عمره ما شتم حد ولا قال أدبه على حد. وحتى لما بيقول أدبه بيكون في الملعب، يعني حتى قال أدبه مرة ولا مرتين في الملعب، بيتخانق مع زميله، بيتخانق مع ده، بيتخانق مع ده، بيحصل عدي. لكن هو نفسه في طبعه لا، شكله أصيل ومحترم، يعني ما شفنالوش حاجة وحشة. والله العظيم طلع بفيديو تهزيق للراجل ده، وطلع يقول ازاي ده سايبينه، وكلامه صح، ازاي المسؤولين سايبينه، وبقى يدعو المسؤولين رجعوه، الراجل ده مجرسنا، وبيبعتوا له على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه ازاي مصر وصلت للمرحلة المتأخرة جدا دي. التدني في الأخلاق وفي الألفاظ وفي الإعلام بوظ الدنيا. فين المجلس الأعلى للإعلام؟ فين هو المجلس الأعلى للإعلام؟ الناس دي نايمة فين نايمين؟ ما تفوقوا. قال له وزير الشباب والرياضة اعمل حاجة، قال له رئيس الوزراء اعمل حاجة، قال للمسؤولين بيقول لهم انتوا أي جهاز في الدولة يقدر يتحكم في الرجل ده ويرجعه، لأن كده كل مالنا في النازل. فإبراهيم سعيد والله بيتكلم وبيقول أنا نفسي أقول، مش عارف أقول حاجة. وسمعنا موضوع تاني إن إبراهيم سعيد قال عليه، طبعا أنا ما شفتش بقى دي، أنا اللي شفته إبراهيم سعيد بيتكلم عيب 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 ورجعوه، وعيب عليهم اللي سايبينه لغاية دلوقتي بيتكلموا وبيشتموا بالألفاظ دي، والناس كلها بتسمعه. والشباب اللي عنده 16 سنة و17 سنة ده لما يشوف ده كده، يبقى هو ده بقى هيبقى سلو بلادنا، هو ده العادات بتاعتنا. فالناس العرب إماراتيين وسعوديين ولا أردنيين ولا لبنانيين ولا قطريين بيبعتوا لإبراهيم سعيد. طبعا الرجل يعني مشهور، الرجل إبراهيم سعيد ده رجل مشهور، فبيبعتوا له يا عم الحاج كده كده كده، ليه سايبينه الرجل ده؟ وبيلوموا إبراهيم سعيد، بيقولوا له مصر بقت في المراحل دي ليه؟ فده تشويه لصورة مصر، الكلام اللي بيحصل ده تشويه لصورة مصر. ولما حد يطلع ينتقده يعتبره من لجان الخطيب، ما تعرفش الخطيب عامل له ايه، هو مشكلته كلها الخطيب، نفسه يبقى زي الخطيب. طب انت ما لعبتش كورة، يعني حتى اللي بيغير من الخطيب نقول مثلا واحد زي مصطفى يونس، لكن انت بتغير من الخطيب ليه؟ عشان رئيس نادي. طب ما كان رئيس نادي حسن حمدي، ليه ما كنتش بس كان بيهاجم، هو ما سابش حد على فكرة. لأن حتى محمود طاهر لما كان رئيس النادي الأهلي يا ما شتم فيه ويا ما سبه بأفظع الألفاظ برضه، بس ما كانتش بالطريقة دي بالصراحة، يعني ما كانتش بالطريقة دي. ومحمود طاهر برضه ما كانش بيرد عليه على من يوم، والنادي الأهلي محترم ما بيردش عليه. فكلام إبراهيم سعيد صح، يا ريت المسؤولين يسمعوا الفيديو بتاع إبراهيم سعيد. إبراهيم سعيد بيبعت رسالة للمسؤولين في مصر، وقفوا الراجل ده عند حده، يبطل يظهر تاني في الإعلام،
ما يتكلمش خالص في الإعلام. طبعا هو مش هيقدر، هو ما يقدرش يبطل، الراجل ده ما يقدرش يبطل. لكن ممكن هم يجبروه بقى، لو جدعان يجبروه، هم لو جدعان يجبروه ويقدروا، هم اللي عايزين كده وهم اللي سايبينه. ده اللي انا شايفه، دي وجهة نظري انا بقى، مش وجهة نظر ابراهيم سعيد. وعشان كده اللي بيقولوا ابراهيم سعيد كله على حق، بس مش هيحصل. هيحصل لما مزاجهم هم كارت ويتحرق، لان الموضوع كله اكيد 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 معروف. ما تقوليش الناس ما يا راجل، ده مصر فيها اقوى مخابرات في العالم، يعني عارفين ان مرتضى بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وعارفين انا بعمل ايه. فلا، هي مصر عايزه كده، عايزه تسيبه. ليه؟ مش عارف السبب فين، انا مش عارف ايه الهدف، انا مش عارف. فاحنا حتى لما بننقد يعني الدولة ما شاء الله فيها تطور وفيها سيادة الرئيس بيعمل حاجات وبيفتتح هنا وبيفتتح هنا وطرق وكباري ودنيا ومشاريع، يعني ما شاء الله. ده حتى النادي الأهلي كمان هو هياخد في العالمين وهيفتتح فرع التجمع الخامس، الفرع الخامس ليه. فما شاء الله يعني الدنيا باهية باهية مع الناس. لكن المطحونين اللي زينا مش حاسين بكده. ليه؟ انا عن نفسي بحب النادي الاهلي، عشان كده بتابع الكلام ده. لكن في وضع البشر والغلاء اللي احنا فيه، طبعا ده عالمي، يعني حتى الناس بتنتقد الحكومة والدولة على الغلاء اللي احنا فيه، مع ان الغلاء ده غلاء عالمي. يعني سعر الدولار ده اللي ارتفع 23.5 جنيه ولا 4.5، 24.5، داخل على 25، يمكن دلوقتي بقى 25 انا وبكلمكم. ده على العالم كله. من بعد كورونا الدنيا باظت، خربت وكل مالها في النازل. فاحنا زينا زي الناس، يعني مش احسن من حد. والحمد لله، نقول كلمتين الحمد لله، برضو في تطور في الدنيا. لكن الانحدار الأخلاقي ملوش حل. يعني الوضع المستوى المعيشي ليه حل، وإن شاء الله هتتحل، إن عاجلا أم عاجلا هيحصل تحسينات. بس الصبر، هي عايزة صبر منينا، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا لو صبرنا. لكن الوضع الأخلاقي المتدني وبالذات في الرياضة المشكلة، يعني كنا بنسمع عن الفن الهابط، الأفلام الهابطة، لكن دلوقتي بقت الرياضة الهابطة. كل كلامنا في الرياضة بطلنا نقول كولر هيعمل ايه وهيشتري مين وهيجيب مين والنادي الأهلي عامل ايه. بالمناسبة يعني كولر ده راجل عاجبني في حاجة واحدة، النظام ثم النظام ثم النظام، سيستم وشكله كده هيبقى عبقري. ما تقوليش حتى مانويل جوزيه، يعني انا عن نفسي بحب مانويل جوزيه، ومن ايام زمان طبعا بنسمع عن هيدوكوتي، شفنا احنا اطفال لكن مش فاكرينه، ده كنا صغيرين 81 ولا 80 ولا 79، كان عندنا 3-4 سنين، مش واعيين يعني للكوره. لكن كولر ده والله لو استمر وربنا سبحانه وتعالى يدينا الكرم من عنده انه يستمر. لانه لو في اي حاجة عطلت كولر ده وخلته ساب النادي الاهلي زي فايلر، هتبقى خسارة كبيرة، لانه شكله باذن الله هينجح نجاح باهر باذن الله. فالموضوع اللي انا كنت بحكي فيه ابراهيم سعيد على حق. وابراهيم سعيد اللي الناس كانت بتنتقده وتقول عليه مخه طاقي واخلاقه مش عارف ايه، لا، ابن ناس والله العظيم، ابن ناس، ومرضاش يشتم ومرضاش يقول حاجه. طلعوا له فيلم بقى الله اعلم حقيقي ولا لا، انه هو بيقول سر من اسرار الراجل العبيط اللي بيطلع يشتم كل يوم ده، انه طلق مراته 3 مرات، وبعد ما طلق مراته 3 مرات طبعا ما يحقلوش انه يرجعها، فجاب واحد قال اسمه ممدوح وجوزوا المراته لمدة 2 3 شهور 5 شهور زي ما يكون، وبعد كده اتجوزها تاني ورجعت. طبعا ام احمد اللي قرفينا بيها كل يوم والتاني
ما علينا، دي مش قصتنا خالص. انتوا اللي دخلتوا لنفسكم في الوكر ده، وهو السبب. هو الراجل المخرف ده هو السبب، دخل نفسه ودخلنا ودخل الناس كلها في الحوارات الهابطة دي، الحوارات المتدنية، حوارات غريبة. يعني ايه الحوار ده؟ أصبحنا للأسف بنتكلم بطريقة همجية، مع إن الناس واعية والناس متعلمة والناس في ثقافة كبيرة. ما كناش كده احنا، والله ما كنا كده. على الأقل في الوسط الرياضي كان في روح رياضية، كان في كل حاجة كويسة. دمر الدنيا من ساعة ما دخل في 2002 ولا في 2005، وبعد كده تحاربوا وقعدوا يحاربوه حسن صقر ومش عارف مين وممدوح عباس وشغلانة. والحروب دي كلها دخلت الرياضة في القضايا، والقضاء ويرفع قضية ارفع قضية، بقى هو يرفع قضايا والناس ترفع عليه قضايا، ودلوقتي زعلان دلوقتي. ما انت اللي دخلت الناس في القضايا. هو حد كان يعرف القضايا من قبل 2005؟ ما كانش في اي حد بيرفع قضية على حد في الوسط الرياضي. انت اللي دخلت الناس دي كلها، وانت اللي عملت، وانت السبب. فربنا يرحمنا، وحد من المسؤولين يسمع كلام إبراهيم سعيد ويوقف الراجل ده عند حده، بس هو ده المطلوب. الموضوع الثاني، فتنة خالد الغندور ورفاقه هزاز الرؤوس اللي ما بيتكلموش غير على الهلي ما بيروحش ليه الإسماعيلية، الهلي ما بيلعبش في الإسماعيلي ليه. يا عم الأمن عارف مصلحته، والله الأمن المصري قوي جدا 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 وبيعمل في صالح البلد. انت هتعرف اكتر من الامن، وقلنا لك 100 مرة يا عم غندوري، يا عم درديري، يا عم فولي، يا عم قوصي، مش قوصي اسمه ايه، هو جويلي، يا عم صبحي، يا عم جمال، يا عم طبعا كتار كريم، يا عم احمد جمال، يا عم كلكم عمان. الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية بأسباب أمنية، وعشان فتنة الناس دي من السنين اللي فاتت ليهم 10 سنين بيقولوا الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية ليه، والأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه. طب اهو امبارح واول امبارح اعلانات بتاعه اتصالات عشان خاطر اتصالات راعي النادي الاهلي كسروها في الاسماعيليه، وبيقول لك ان ده اعلان عيب. قال اعلان عيب؟ اذا كان انتوا شايفين العيب وما بتتكلموش عليه. الموضوع ده كارثه، الموضوع ده كارثه، لان دي فلوس، دي حقوق اعلانيه. يعني لو ما تعلقتش، طب انت دلوقتي عايز اسماعيليه تبقى كارهه ليه للنادي الاهلي، طب وبورسعيد كارهه للنادي الاهلي، والقاهره الاسكندريه تكره النادي الاهلي، او تكره نادي الزمالك. اصبحنا قبليات كده، احنا اصبحنا قبليات زي الجاهليه، كل واحد على حسب منطقته، وكل منطقه بتحب مين وتكره مين. فده غلط. انت كده قسمت البلد زي ما كان هيحصل من بعد 2011 والثورة. طبعا ده كلام سياسة. ايه اللي بتدخل ليه الاسماعيلية بالذات وبورسعيد بالذات وخط القناة، وتقعد انت تقعد تحكي فيه؟ مين اللي بيحكي؟ هم دول. المفروض بقى واحد زي المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي يطلع يدين الموضوع ده عشان يزيل الاحتقان او الزعل او الغضب اللي من الاهلوية. والنادي الاهلي نفسه هيزعل، لان ده الاعلام بتاعه، الراعي بتاعه بيتكسر يافطاته واعلاناته في الاسماعيليه. طب ما هو المفروض يعمل في الاسماعيليه، يعمل في السويس، يعمل في القاهره، يعمل في اسوان، يعمل في قنا، يعمل في سوهاج، يحط مطرح ما يحط. انت بتكسره ليه؟ قال ده عيب. عيب؟ اتصالات عيب؟ واللي بتشوفه في التلفزيون كل يوم مش عيب؟ ما بتتكلمش عليه ولا بتقول عليه اي حاجة؟ فين رئيس نادي الاسماعيلي؟ فين وزير الشباب والرياضة؟ فين مديرية الامن؟ محافظ الاسماعيلية المفروض ياخد اي قرار، لان الكلام ده مش يعني ما غلط، ما يحصلش، المفروض ما يحصلش. فدي هتكون مصيبة زي الكوارث اللي بتحصل، وشكلها كده هتحصل تاني.
وربنا يستر على جماهير النادي الأهلي وجماهير الإسماعيلية، لأن الجماهير هي اللي بتضرب بعد كده وبتضرب، ومش عايزين قتلى تاني. كفاية اللي حصل، 74 شهيد و20 شهيد. ليه الكوارث؟ ما نرجع لأصلنا تاني، واحنا مصريين يا عم، والله العظيم احنا مصريين، والمصريين طيبين حتى لو اختلفنا مع بعض. مش معنى الاختلاف ان انا اكرهك وانت تكرهني، ان انا ادعك فيك واضرب فيك واسبك من انت واهلك واللي جابوك، لا، مش معناها كده. الاختلاف في الود، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ده المبدأ اللي عايشين بيه من 40 سنة، من ساعة ما اتولدنا وعشنا ووعينا في الدنيا. ده اللي أنا أعرفه، وأكيد من قبل كده، لأن الناس كانت طيبة أكتر من كده في السبعينات والستينات والخمسينات. إيه اللي وصلنا للمراحل دي؟ غياب الأخلاق. ليه؟ عشان بعدنا عن ربنا. الناس دي ما بتفتكرش ربنا، سواء جماهير أو مسؤولين. للأسف للأسف للأسف، واحد زي ده لو بيفتكر ربنا ما يذكرش الألفاظ دي، لأنه وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو ناسي الآية دي خالص، الآية دي هو نسيها، ولو افتكرها عمره ما هيتلفظ بالألفاظ دي. حرام حرام، ما بينسى، ما فيش حاجة اسمه حلال وحرام عنده خالص. ولذلك ربنا يستر على جماهير الإسماعيلية. وأنا لو من الناس اللي في الإسماعيلية أوعي البشر. إيه يعني الأهلاوي؟ يعني الأهلاوي ده بالعكس أنت المفروض تقتدي بيه. النادي الأهلي المفروض كل أندية مصر تقتدي بالنادي الأهلي وتتعلم منه هو بيعمل إيه عشان يجيب الرعايات دي. لو عملوا كده والله 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 الناس دي تنجح، وحنبقى أحسن من الدوري الإنجليزي اللي عمالين نحلف بيه. فلا يعني ربنا يرحمنا. تحية لإبراهيم سعيد من أهالي أسوان. أنا واحد من الناس والله عجبني كلام إبراهيم سعيد 10/10. وأحب أقول رسالة لكل إسماعيلاوي، أنت أخويا وحبيبي، وحتى أنا لو أهلاوي وأنت إسماعيلاوي، أنا أحب كرة الإسماعيلي، ومصر كلها بتحب كرة الإسماعيلي، واللي ينكر كده يبقى جاحد. خلصت كلامي معاكم النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.